باب 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 باب، حفيظ الدراجي اش واقع للفاف مال الفيفا معاها تصفيقه زوينه. بقاو معانا تعرفوا واش واقع. لايك وبارطاج بارطاج بارطاج، واللي ما دارش ابوني دير معنا شي ابوني فضلا منه. السلام عليكم، مرحبا بكم، اهلا وسهلا. دابا ارى ليا انا جاي نتشفى، فرونشمون نقولها لكم جاي نتشفى. ارى ليا حفيظ الدراجي، ارى ليا المعطاوي والصلاح اللي تيكون معاه، ارى ليا قانا ولا قنا ولا سميتو، ارى ليا هذيك صفيه بالعمان. جمع ليا هذاك الشيء واجي عندي، اجي عندي نتذاكروا على نهار اللي كنتو كتقولوا لن تدخل الطائرة، لن يدخل المغاربة الطائرة، تمشي تضرب الدورة وتجي دير رون بوان، عقلتو عليها. غير مؤخرا خرجتو لقد ذهب صادي إلى الفيفا وأخذ صورا مع رئيس الفيفا. لقد انتهى القجع، لقد انتهت سيطرة وهيمنة القجع، درتو برامج ودرتو هادشي اللي وصافي. وصديق حميم وليد صادي ينتصر على الأقجع في أول معركة له، ويلقنه درسا في الدبلوماسية الرياضية، ويخلط حسابات وخطط الأقجع والاتحاد الإفريقي الفاسد. خطة وليد صادي جعلت المغرب يبتلع الطعم. لقاء حميم، عقلتوا على لقاء حميم. دابا سيدي باش يعرفوا الناس اللي ما عندهمش الخبار، الاغلبيه راهم عارفين، الفيفا تصفع الفاف بواحد جوج تصفيقات. تصفيقه ديالت الاموال الديون اللي على الفاف اللي هي الفيدراليه الجزائريه لكره القدم، ديون كما قلنا اللي عليها. ثم هناك شكايات من لاعبين جزائريين من داخل الجزائر بحقوقهم، كيطالبوا بحقوقهم، والفيفا عطاتهم 4 أيام تحذير، قالت لهم على آخر أجل هو يوم الثلاثاء الفارط. هما كانوا كيظنوا بأن المسألة فيها أخذ ورد وغادي يبقاو يتفاوضوا. يوم الثلاثاء الماضي تم تجميد جميع الأنشطة الرياضية للفيدرالية الجزائرية لكرة القدم. أين أنت يا حفيظ الدراجي ومن معك؟ فوزي الأقجع يتباهى باستعداد المغرب للحدث الكروي القاري، يعدد الأرضيات المعشوشبة طبيعيا واصطناعيا، وملاعب كرة القدم ومراكز التدريب الجهوية، ويتفاخر بمركب محمد السادس وتجهيزه بالأضواء الكاشفة، ويزعم كاذبا أن جاهزيتها بلغت مستوى الملاعب الأوروبية. دابا أراك الحساب حفيظ الدراجي ومن معك، روبيو المعطاوي والقرع اللي تيكون معاه وصفية بالعمان، وزيد 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 اللي كيجيو كيقولوا من الاول ما كان والو ما يدير حتى يعني عفسه عيانه ولا يعني بارسا بصح دوكا مع وليد صالي ما يقدر يدير والو، نيبوا عليه مستوى يعني نقص ضعف كي شاف هكا ضعف شويه واسمو القجع ما كان والو، القجع من الاول ما كان والو. الكاف مختطفة من القجع، الكاف فيها الفساد والقجع ديال الفساد. الكان 2025 داو المغاربة بالفساد وتصفعتوا الصفعة ديال المونديال. ما قدكمش هاد الشيء. المغرب ما يدخلش المنتخب ديالو عندنا. عطيلو البنان المروكي حيوان. كلشي هادشي تنسى. يا ودي ما شاء الله صافي. عرفتو دابا والله العظيم الا انا كنتشفى قسما بالله، ماشي في الجزائريين، كنتشفى في هادوك اللي كيعطيو الجزائر المعلومات الخاطئه. عمر المغرب ما اداكم لا رياضيا ولا سياسيا ولا اجتماعيا ولا اي شيء. عمر المغرب ما ادى الجزائر، ودائما المغرب تيقول لهم اجوا نجلسوا اطابل ونحلوا المشاكل. نتوما
كتقلبوا على باش تخسروا صورة المغرب عند الجزائريين، عند الشعب الجزائري. وتصور اخر ما درتو، اخر ما غنت ام كلثوم كيف ما تنقولوا حنا في المغرب، الناس خرجوا مسيرات مليونيه تيطالبوا بوقف الاباده الاسرائيليه للفلسطينيين، وانتم خرجتوا اش تتقولوا؟ تتعايروا في المغرب. اش دخل هازين العالم ديال فلسطين وكتعايروا في المغاربه؟ هذا امر غريب ديالكم. دابا جا الحساب. شوف اخي الجزائري، اختي الجزائريه، ما كاين لا حساب ولا يحزنون. انا غير كنضحك معاكم، غير هو عندي لكم واحد النصيحه، ما تبقاوش تصدقوا كلشي داكشي اللي كيتقال لكم. الدليل هو انكم شاهدتوا، حنا دخلنا للبريكس، ما دخلتوش للبريكس. سننظم الكان 2025 ما نظمتوش. ستاربكس، اشياء كثيره كيقولوا لكم وما لا ما نبدا ندخل لكم في المسائل ديال القطار الطامن راستو وتيزيدوكم، يعني هادشي كله كذوب. وعلاش قضيه المغرب ماشي كذوب؟ المغرب عدو، حتى هي كذوب. المغرب ليس عدو. ولا بغيتو تعرفوا الحقيقه، لا تعتمدوا على الاعلام الداخلي، وما تعتمدوش ايضا على ويكيبيديا وداك. دخلوا شويه لجوجل وقلبوا شي شويه وبحثوا في الكتب وسالوا الناس. راه كاينين جزائريين تجاوزوا الان 80 سنه ولا هذا، غيقولوا لكم الحقيقه. غتعرفوا شنو هو المغرب، واش عمر المغرب اداكم؟ المغرب ما عمره ما ادا الجزائر. حتى داك التخربيق اللي كيدور دابا في التيك توك وكيجبدوا شي تواريخ وشي كتب وشي حاجه ما كايناش في الحقيقه. اذا تعرف التاريخ الحقيقي اذهب الى دول المشرق، بحث على تاريخ المغرب. اذهب الى دول الغرب، بحث على تاريخ المغرب. افريقيا، بحث على تاريخ المغرب. كتب في جوجل كتاب، ماشي تجبد غير مكتوبه ويكيبيديا ولا شي، لا، كتب في جوجل كاتب فلان فلاني بلا ما نعطيكش الاسماء باش ما نتسماش انايا كنوجهك. المؤرخ فلان فلاني، ولا دير تاريخ المغرب ولا تاريخ شمال افريقيا ولا، وبحث على المؤرخين والاسماء ديالهم. ما بغيتش نقول لك واحد المؤرخ جزائري راه كان توفى، اركون صافي، هذاك سول قراو الكتب ديالو، مثقف هذاك من غير التاريخ. المهم بحثوا على التاريخ الحقيقي، وغاديك الساعه اللي بحثتوا على التاريخ الحقيقي غادي تعرفوا بان هذاك الشيء اللي تيديروا لكم النظام الجزائري راه الكذوب، غير الكذوب. دابا تيقول لكم فلسطين ظالمه او مظلومه. ها فلسطين ظالمه او مظلومه علاش؟ السفير ديال الجزائر في الامم المتحده تخبى المره الاولى والمره الثانيه في مناسبتين لم يظهر. لما اجتمع سفراء الدول العربيه والاسلاميه وكيخرجوا بالبيان، هو كيغبى ما كيبقاش يبان. حتى خرجوا عليه نكات، شي تيقول توظف في المرحاض، شي تيقول هرب عليه الطوبيس، شي كلش تيقول. اذا علاش تخبى؟ هنا غد التساؤل نخليه ليك ولا نساعدك شي شويه. لان فرنسا مع اسرائيل، ليست ضد اسرائيل، هذا علاش. واخواننا الجزائريين غادي الفاف غتحل المشكل مع الفيفا، ما تخافوش، وغترجعوا غتلعبوا كاس افريقيا، ومنتخب الجزائر منتخب قوي، وانا من المشجعين ديال المنتخب الجزائري لان كيلعبوا فيه بعض المغاربه، وحتى الجزائريين كنحبوهم. الى اللقاء.